والله اتذكر مره من المرات اجتنا رساله، لان انا ذاك وقت صغير، فاتذكر انه شفت صوره لوالدي قاصها قدام ميدان يسمى ميدان ازادي اللي بإيران، هذا النصب الكبير. هاي الصوره وحيده شفتها لوالدي من بعد 4 سنين او 5 سنين من تسفيره. هذه المرة الوحيدة اللي شفت والدي بيها. احنا ما كنا ندري، انا بذاك الوقت رحت للسعودية، فبالسعودية انفتحت ابواب مال الهجرة، اصدقائي راحوا لامريكا وراحوا لكندا والكذا، فاني قررت انه رحت لايران. فرحت لايران، التقيت ابوي من بعد غياب 12 سنة، سنة 2003 العفو بال 93، يعني من بعد فراق 12 سنة. فتصور والدي عافني عمري 12 سنة، التقيت بيه وأنا بعمر 24 سنة. فكانت قضية جدا مؤلمة. أنا أتصور يعني كنت من قالوا اجى للمعسكر حتى يلتقي بينا، فمن اجيت التقيت بيه أنا كانت ببالي صورة والدي ذاك الضخم الكبير وأنا صغير، وإذا بي أفاجأ انه اصبح رجل كبير بالسن، وهذه المأساة قد اخذت منه ما اخذت. فكان اللقاء حقيقة جدا مؤلم ومبكي، بحيث كانوا 300 نفر موجودين بالمعسكر، الكل اجهشوا بالبكاء حينما شاهدوا هذا اللقاء.